فأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازاي تنجح؟ طيب قبل ما اقولك ازاي تنجح وايه هو اصلا النجاح، تعالى نعرف مفهوم النجاح. وهل انا شايف النجاح زي ما انت شايفه؟ وهل النجاح عند كل الناس زي بعضه؟ مثلا انا شايف ان النجاح في حفظ القرآن الكريم كامل، انت شايف ان النجاح في المحافظة على الصلوات الخمس في اوقاتها، غيرك شايف ان النجاح ان هو يتعلم اللغة الانجليزية او اللغة الالمانية او يتعلم برمجة او يوصل لدخل معين اخر كل شهر، وغير كده كتير. كل واحد شايف النجاح من وجهة نظر غير التاني. طيب ايه هو اصلا النجاح؟ مبدئيا النجاح عكس الفشل، والنجاح هو ان اوصل لهدف معين او غاية معينة كنت حابب اوصل ليها. وممكن النجاح ده يكون في الدنيا او في الاخرة. طيب في الدنيا زي ايه؟ زي ان انا احط خطة اني احفظ القرآن الكريم كامل والتزم بكده واعمل فعلا كده. وزي ايه كمان؟ ان احط خطة ان اتعلم اللغة الانجليزية او الالمانية او برمجة. وزي ايه تاني؟ اني احوش تمن شقة او اشتري عربية او حاجات كتير تنفعني في دنيتي وتنفعني في اخرتي، وفعلا اعمل كده واشتغل واتعب واوصل للحاجة اللي انا عايز اوصل لها. وده نجاح في الدنيا. طيب وايه هو نجاح الاخرة؟ نجاح الاخرة ان انا ابعد عن النار. ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهو ده النجاح في الآخرة. طيب بعد ما عرفت يعني إيه النجاح بكل أنواعه وبكل اختياراتنا لمفهوم النجاح، تعال بقى نعرف إزاي ننجح بإذن الله. عشان تنجح لازما يكون عندك انضباط. يعني إيه انضباط؟ يعني تكون راجل مع نفسك، يعني تلزم نفسك. الحاجة اللي أنا هعملها يبقى لازم أعملها. قلت هحفظ كل يوم صفحة من القرآن، يبقى خلاص هحفظ كل يوم صفحة من القرآن. أفضي وقت معين، الوقت ده للصفحة دي. قلت هحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، خلاص أعمل منبهي وأنام بدري وأعمل كل حاجة تساعدني أحافظ على الصلاة في أوقاتها، بغض النظر عن حالتي النفسية، حلوة وحشة، ماليش مزاج، مش عايز أعمل النهاردة، الكلام ده كله. مادام قلت هتعمل يبقى لازم تعمل. ونصيحة مني، لو أنت ما عملتش الحاجة اللي عليك، الحاجة دي هتبقى حاجتين وثلاثة وأربعة وتتراكم وحضرتك هتزداد سوء. فلو أنت عملت الحاجة صدقني هتكون أحسن. ولو انت مالكش نفس، اول ما تدخل في الحاجة وتنغمس وتركز فيها صدقني حالتك النفسية هتتحسن جدا جدا ان شاء الله. طيب ايه هي الحاجة اللي هتعلمني الانضباط والالتزام؟ بص، انت مهما دورت مش هتلاقي حاجة تعلمك الانضباط والالتزام زي المحافظة على الصلاة في اوقاتها. لان انت عندك 5 صلوات في اليوم والليلة بتوقيتات مختلفة على مدار اليوم، فمش هتلاقي حاجة تعلمك الانضباط زي محافظتك على الصلاة. فصدقني لو انت عرفت تحافظ على الصلاة، اي حاجة هتيجي بعد كده هتكون اسهل وميسرة باذن الله تعالى. ومفيش انضباط ولا نجاح من غير الصلاة. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى علمنا في الاذان: حي على الصلاة حي على الفلاح. طيب وايه تاني؟ ان انت ما تقولش للي حواليك انت عايز تعمل ايه. ليه؟ لان حضرتك لو قلت لحد حواليك انا نفسي اعمل كذا، ممكن يحبطك، ممكن يقلل من الحاجة اللي انت بتعملها، ممكن يكرهك فيها. فبالتالي حضرتك لو قدمت خطوة بعد كلام الناس هترجع خطوتين ثلاثة وكأنك ما عملتش حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، يعني تقعد ساكت. طيب وايه تاني؟ ان انت تقسم المهام اللي انت هتعملها عشان ما تشوفهاش كبيرة. مثلا انا عاوز احفظ القرآن الكريم كامل، طيب نقسم القرآن الكريم لأجزاء، والأجزاء نقسمها لأرباع، والأرباع نقسمها لصفح، وهكذا. هقرأ مثلا النهاردة صفحة، تاني يوم صفحة، تالت يوم صفحة، وبعد كده أشوف الحاجات اللي أنا أنجزتها وصلت لكام في المية. الموضوع ده هيساعدك جدا بإذن الله إن أنت تستمر وتنجح بإذن الله.
طيب خلاص أنا الحمد لله الوقت بقيت منضبط وزي الفل، عاوز أنجح، اديني السر، إيه هو سر النجاح؟ بص يا حبيبي، أولا عشان تنجح لازم تعرف إن أول حاجة من غير توفيق ربنا سبحانه وتعالى مفيش نجاح، ومن غير الاستعانة بالله سبحانه وتعالى مفيش نجاح، ولازم تعرف إن لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إيه لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيغير الحال من حال لحال، هو سبحانه وتعالى اللي هيغير من الكسل والفوضى اللي انت فيها للانضباط والالتزام والنجاح بإذنه سبحانه وتعالى. طيب بعد كده لازم تعرف انت عاوز تتعلم ايه، لازم توجه بوصلتك للاتجاه الصحيح والحاجة الصحيحة اللي انت عاوز تعملها، لان ببساطة مش هترمي نفسك في البحر وانت مش بتعرف تعوم، اكيد هتغرق. خلاص انا عرفت انا عاوز اتعلم ايه، وعرفت الحاجة اللي هكمل فيها بإذن الله هي ايه. اعمل ايه بقى تاني؟ اولا ادخل وشوف المصادر اللي انت عاوز تتعلم منها، ودور على المصادر كويس، واعرف انت هتتعلم منين بالظبط. خلاص انا الحمد لله دخلت ودورت وبحثت وجمعت المصادر اللي هتعلم منها. اعمل ايه بعد كده؟ بعد كده تشوف الحاجة اللي انت عاوز تتعلمها هتاخد منك وقت قد ايه. يعني في المثال بتاعنا انا عاوز احفظ القرآن الكريم كامل، ولو انا حفظت القرآن الكريم ده هيبقى هدفي ونجاحي، وانا كده وصلت للحاجة اللي انا عاوزها بإذن الله. اعمل ايه؟ طبعا هتشوف شيخ متقن يعلمك القرآن الكريم، لان القرآن لازم نقرأه قراءة صحيحة، ولازم تعرف ان القرآن الكريم 604 صفحة، وانت مثلا قدراتك في اليوم هتحفظ صفحتين، يعني القرآن الكريم بإذن الله هياخد مني وقت في الحفظ سنة واحدة بس. مثال تاني، عاوز اتعلم اللغة الانجليزية. معروف ان اي لغة في العالم مش الانجليزية بس ليها 6 مستويات، مثلا المستوى الأول 100 حلقة، يبقى 100 في 6 ب 600 حلقة، وأنا قدرتي في اليوم الاستيعابية إن أنا هتفرج على 3 حلقات، يبقى أنا إن شاء الله هخلص الكورس اللغة أو أي حاجة في 200 يوم. 200 يوم يعني حوالي 7 شهور. حدد لنفسك وقت وما تسيبش لنفسك وقت تمشي فيه كده وخلاص وانت مش عارف الحاجة اللي انت هتعملها هتاخد منك وقت قد ايه. وهكذا اي حاجة عاوز تتعلمها، موشن جرافيك، تصميم، تحليل بيانات، اي حاجه لازما تمشيها على الخطوات اللي احنا قلنا عليها بالترتيب. احدد هدفي، اشوف مصادري، احسب الوقت اللي انا هتعلم فيه، اقسم الحاجات المهام اللي عندي لاجزاء صغيره. طيب حضرتك كلامك كله زي الفل، بس انا عندي مشكله. ايه هي مشكلتك؟ مشكلتي اني مش بعرف استمر. اعمل ايه؟ طيب بص يا حبيبي، اولا لازما تدعي ربنا سبحانه وتعالى وتتضرع إليه إن هو يوفقك ويسددك وتستمر في الحاجة اللي أنت بتعملها. تاني حاجة لازم أن تعرف إن النجاح مش بيجي بالساهل. ابن القيم رحمه الله قال: وقد أجمع العقلاء أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن الراحة لا تأتي بالراحة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني حضرتك عاوز ترتاح هتتعب، عاوز تتنعم هتتعب، وأهلنا بيقولوا اتعب دلوقتي ترتاح بعد كده إن شاء الله. ودي بعض الحاجات اللي هتساعدك بإذن الله على النجاح. أولا القليل الدائم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأعمال أدومها وإن قل. يعني أحسن الأعمال الحاجة اللي أنت بتعملها باستمرار حتى ولو كانت قليلة. يعني مثلا عاوز أحفظ القرآن، أداوم حتى ولو صفحة كل يوم، بعد سنتين هتلاقي نفسي ختمت القرآن بفضل الله، ومش هحس بالعمل اللي أنا بعمله لأنه قليل، بس على الفترات المتباعدة هتلاقي ليه تأثير كبير بإذن الله. تاني حاجة، خلي الهدف اللي نفسك فيه قدامك على طول، وحط تحت الهدف المنافع اللي هتعود عليك بإذن الله لما توصل لهدفك، ده هيشجعك ان انت تستمر بإذن الله. تالت حاجة، صاحب الناس اللي عندها نفس هدفك وعندها نفس طموحاتك. يعني مثلا عاوز تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، صاحب الناس اللي تقربك من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. انت كمان صبر نفسك مع الناس اللي انت عاوز تنجح معاهم. عاوز تتعلم اللغة الإنجليزية، حط نفسك مع ناس عاوزة تتعلم إنجليزي. عاوز تتعلم ألماني، حط نفسك في مكان عاوز يتعلم ألماني. حط نفسك في البيئة اللي انت عاوز تكون زيها بإذن الله. لو عجبك المحتوى اللي احنا بنقدمه ما تنساش تدعمنا بلايك وتعليق حلو منك واشتراك في القناة وتشارك المحتوى. ربنا ينفع بيا وبيك. أنا عبد الرحمن شريف، السلام عليكم.